اللهجة اللي اخترناها لضيعة ضيعة هو السبب إنه اللوحة اللي قدمناها ببقعة ضوء الجيران كانت بهي اللهجة. ذكرت مرة إنه بضيعة ضايعة هذا العمل دمرك وظلم أعمال بعديها كثير، بس أنت يعني قلت إنه إذا بسحلك تنتقم منه، صح؟ هلا الملازم بسبقوا كفين اللي شفته. أول وحدة قلت له بحبك، أي سرقتني حجر. خاصة مثلا بقعة ضوء في لوحات كثير منعت أو تم تحريفها. أنا رقابي بنبسط منها بس لما علي كتاب. أنا بعرف إنه ضيعة ضايع أخذ معك 5 سنين كتابي، والخربي نفس الشيء كمان. بس أنت بكل الحلقات، وحتى إذا بنقول عن ضيعة ضايع بالجزء الأول والثاني، حافظت على نفس الروح. ممكن يعني مثلا أنا بكتب مثل الأدوار نفسها اللي أنا بكتبها، هاي رح نحكي عنها. أنا دائما ممكن إذا كنت مسلطن غني مثلا، بس ولا غناي أنا حافظ كلماتها. معقولة معناتها أنت في عندك تلفزيون بذاكرتك من جوا، ما شاء الله. يعني الشيء الوحيد اللي لا يمكن تعليمه كتابة السيناريو مهما كانت الدورة قوية هو كتابة السيناريو. واحد من الأسماء يلي تركت أثرها الواضح بالدراما العربية، مخرج وكاتب صنع بأسلوبه الخاص حكايات بقيت حاضرة بذاكرة الناس، ونجح يحول التفاصيل اليومية إلى أعمال عاشت مع الجمهور لسنين. لقاءنا اليوم مع المخرج والكاتب المبدع الدكتور ممدوح حمادة. أنا مش أجحش واحد ببيت بقع قور وبيلتقى أجحش، يعني مثلا. تفضل عبدو غلاصي، بتفضل. يعني انتوا انحطيتوا مع العنبر المعزايات والجيشات لانكم من ذوات الدم الحار تقريبا، يعني دمكم حميان حامي. ايه بهيرة العزل الرز والبرغل شنق حاله. ناظم حس بشغلة مو طبيعية، اجى على باله يشوف أمان مثل ما بتجي السيجارة على بال المقطوع من الدخان. طيب انا رايح اجيب نونية، اجيب لكم شي معي؟ والله بس منك رايح ورايح، جيب معك حفاضات كمان. ايه والله منيح ذكرتني لك ابي في حفاض. خيو ما بدي تساعدني، الله الغاني شبك علي ما علي، اذا بروح على الجنة بلاقيك قدامي هونيك لحتى اقدم طلب فرز على جهنم، منيح هيك بس حتى ما اشوفك، العمى صح. دكتور ممدوح حمادة، بداية اسمح لي رحب فيك بكل محبة وتقدير عبر منصة كيان 24. وجودك معنا اليوم هو إضافة حقيقية لهذا اللقاء، فأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا وسعيد بلقائكم أكيد. يعني يا أهلا وسهلا. بداية حكيت أكثر من مرة أنت أنه الكتابة بلشت معك من موضوعات التعبير بالمدرسة من الصف الخامس، وروح السخرية ظهرت بكير لدرجة أنه أحد أساتذتك على ما أعتقد حسن تقي كان يناديك بالمازني، وهو كاتب مصري ساخر يعني معروف جدا. فبأي عمر ومرحلة؟ نعم يمكن عبد القادر المازني اسمه. أيوة كاتب. فبأي عمر ومرحلة أدركت أنه السخرية هي مو طريقة بس للضحك، بل هي طريقك أنت اللي مشيت فيه وأبدعت فيه بمجال الكتابة؟ والله هو يعني بأي عمر تحديدا يعني ما طبعا أنا كنت بعمر فترة من الفترات ما عندي يعني تصور حول موضوع الأنواع الأدبية والسخرية وكذا. كنا نحن مثلا من الصف يمكن خامس سادس أنا كنت أكتب شعر. أنا بلشت شعر، طبعا شعر يعني على قده، يعني صف حكي قافي وكذا، مثلا يا قنيطرة إلى متى ستبقى قوى العدوان مسيطرة إلى آخره. بعدين عملنا بصف الخامس أنا وصديق لي ديوان شعر، فقدمناه للمدير، فالمدير طلع فيه هيك صفحه، وبعدين زدت لنا اياه. طلع صديقي اللي معي كل القصائد تبعه سرقة قصائد مسروقة. صديقك نضال شيء؟ شعراء مشهورين. نعم. صديقك نضال كان اسمه شيء؟ لا مش نضال، هذا صديقي نضال لك أبو المان. فنحن بالإعدادية يعني أنا كان في عنا أستاذ عربي بالصف السابع اسمه أنور مسبر، فهو كان يشجعنا يعني
فأنا كتبت شعر مرة، يعني شعر نضال. فكان يقول هو بيحكي باللهجة الشامية، بس هو من السودان أصلا، أستاذ أنور المسبر. فقال له صفقوا له لزميلكم عني يعني. صفقوا الشباب. قال لي أول شيء قال لي اقرأ، يعني طلعت قرأته، بعدين قال صفقوا له. وبعدين نضال قاعد معي بالمقعد، راح كاتب بيتين شعر لا يزفقوا له. وعطاياهم، قراهم، قال صفقوا له لزميلكم. رجع كتب بيتين ثانيين وعطاياهم من غير ما يقراهم، قال له صفقوا له لزميلكم. ثالث مرة عم يقاطع له الدرس هو. ثالث مرة عصب عليه، قال له فهمنا أبو تمام. ما هيك دائما الأطفال بيحبوا يبهروا الأساتذة ويعملوا حركات تلفت النظر، وخاصة إذا كان في شخص متميز يعني معهم بالصف، فهي الحركات معروفة. طبعا. فبعدين بالصف التاسع يعني أنا كنت موضوعات تعبير، كنت يعني بناء على اهتمام بالأستاذ حسن يعني. فأنا يعني فكان هو يعني كل درس تعبير، عندنا درس واحد تعبير بالأسبوع، وكل درس 5 لازم يقرأوا الموضوعات تبعهم، فما بكفي لحتى الكل يقرأوا يعني. فهو كان عامل لي استثناء، أنا بكل درس كان لازم أقرأ موضوع تعبير. طبعا أغلب الأشكال موضوع تعبير كان على شكل قصة يعني، كان مكتشف وأغلب القصص تبعي كانت ساخرة. فهون أنا بالصدفة يعني اكتشفت، أو هو اكتشف، هو اللي لفت نظري للموضوع، إنه أنا كل القصص اللي بكتبها عم بكتبها قصص ساخرة. فصار يعيط لي الماجني. بعدين طبعا أنا كنت أحضر دروس عربي وأهرب من المدرسة. كنا نروح في كان الفرقة الكشفية 22 هاي بشارع الشعراني، نروح نلعب فيش. بعدين وانفصلت كثير من المدرسة كمان. نعم. وكانوا بدهم يحاولوا يفصلوك كثير من المدرسة كمان. فصلوني بصف الثامن. اي. فشاف اسمي هو بين المفصولين، فراح حكى مع المدير وقال له ليش فاصلينه هذا؟ يعني اول ولا درس غايب. قال له بس عند غيرك ولا درس حاضر. المهم هو طبعا كان في اسباب، يعني انا كنت مثلا احب ماده الرياضيات كثير، فاجانا استاذ رياضيات يعني ما بدي اذكر اسماء، كان قاسي كثير، قاسي. يعني العصا صديقته. صح. يعني مثلا انا خربطت يعني حليت المساله، مثلا العلامه الدنيا كانت 24. ايوه علامه النجاح، فهو بكفيها على 24 عصي. قد ما كانت علامتك. بكفيها 24 عصي. وفي استاذ كيمياء كان يتنمر علينا. يعني مثلا يوصف الطالب باوصاف ما بتسوى، قد الكذا ما بتحلها مثلا، وما بينجو منه لا الغلطان ولا الصح مثلا. يعني دكتور ممدوح، خليني أقول إنه كانت علاقتك بالمواد مش هي المشكلة، كانت علاقتك بالأساتذة بوقتها هي المشكلة. تماما. مش بس علاقة الأغلبية يعني. أنا مش بس لحالي كنت أهرب، إحنا كنا مجموعة اللي نهرب شلة المدرسة. فهو والله رجعني وعمل لي يعني محاضرة بالكندور، إنه طبعا أنا يعني هناك يعني كذبت لما قال لي ليش عم تغيب، قلت له عم بشتغل وما بشتغل، يعني مثل ما بيكذب الطلاب. فراح حكى، هم رجعوني وحكى مع الأساتذة ذوك، بطلوا يتعاملوا هيك مثل أول، وقال لي أنا كل درس راح أطلع أشوف إذا موجود ولا لا. وفعلا هو ظل الصف الثامن والتاسع بعد كل فرصة يجي يطلع من باب الصف إذا أنا موجود أو لا ويمشي. حتى بصف الثامن والتاسع مرة هربت، طلع بالصدفة واقف على البلكون هون فوق ودغري كشفك. معك في مجال، وخاصة أن تعلقنا بأستاذ هيك كان هو ملهم لنا، فصير هيك بنشعر بأنه لا نحن بدنا نكون قد الثقة يعني. طبعا يعني هو بالنسبة لي أنا كطالب صف ثامن هو تواضع وحكى معي. يعني فينا نقول من الصف الثامن تقريبا هيك أنت عن جد صرت تاخده للموضوع بشكل جدي أكثر.
حتى أنا يعني كان موضوع السخرية استمر معي، بس ما كان هو الهاجس الأساسي. مهم. يعني أنا كنت مهتم بالشعر أكثر شيء، كنت أكتب شعر، بس كنت تطورت يعني عن، يعني أنا مثلا والله ما بتذكرها هلا، كتبت قصيدة عن ربيع وقتها فيها شيء هيك، يعني ظاهر فيها تأثري بالشعراء اللي كانوا بذاك الوقت، مهم. والدرويش والى اخره. فانا ظليت يعني اكتب شعر، او اهتمامي الاساسي هو الشعر، حتى يعني انتهيت من الخدمه العسكريه. مم. حتى القصص اللي كتبتها قبل ما كانت كلها ساخره، كان في لها طابع وطني يعني، او طابع معاناه انسانيه. آه، بس بعدين بس كنت اكتب دائما قصص وزدتها بهالدرج يعني، فجمعتهم. كنت مفكر اعمل مثل مجموعه على نمط الف ليله وليله، 1000 قصة سميها الف وقصة. شارده ووارده. فانا كنت هيك مفكر انه اعمل هاي المجموعه الف شارده ووارده. مهم. بعدين يعني لقيتها شغله يعني صعبه، وبجوز ما خلصها قبل ما اموت. بعيد فقلت الشر، لا. الله يطول بعمرك. شكرا شكرا شكرا. فالتقيت آه، بمروان عدوان. أستاذ مروان عدوان هو صاحب مدير دار عدوان للنشر، دار مهم. ممدوح عدوان. وقررنا نعمل مجموعات قصصية تحت عنوان هي، لأنه كل القصص أنا كاتبها بدفاتر، وتحت عنوان دفاتر ممدوح حمد. مهم. وبلشنا ننشرهم كل مجموعة تحت عنوان دفتر كذا. يعني الوحد المجموعة هو موضوع. فكان أول دفتر هو دفتر الأباطرة. مهم. كل الأبطال تبعه أبطال القصص من الأباطرة. مم. الدفتر الثاني كان دفتر الحرب، أو دفتر القرية، ما عاد بتذكر. كل القصص تبعه من القرية، ودفتر حدثت الحب. بالقرية. إيه، وفي بعدين دفتر الحرب طلع قصص حرب. بعدين دفتر الهذيان قصص يعني تداعي أفكار، ويعني فيها شيء سريالي. مهم. بعدين في دفتر الحب، دفتر الدراما. المهم هني هلا التاسع قيد الطباعة، قيد هو دفتر الطباعة. السجن. دفتر. هلا بدأنا نشوف دفتر السجن. أها. ايه، جميل. يعني هي قصص لها علاقة بالسجن. إن شاء الله هيك هالدفاتر تستمر لتصير 1000 شاردة وواردة. إن شاء الله. إن شاء إن الله. شاء الله. طيب دكتور ممدوح، هيك خليني أرجع على فكرة إنه أنت حكيت هلأ إنه مريت بتجارب قاسية، مثلا بالمدرسة، الشارع، حتى تعرضت للسجن والضرب وفوبيا إغلاق باب السيارات لأنه كانوا كل كم يوم يعني يطبوا عليك. خليني أرجع بالتحديد لأيامات المدرسة لما كانت مؤسسة تعليمية هيك عم تطردك من المدرسة، ولكن أنت حكيت إنه كان في كم أستاذ مثلا شايفين ممدوح مع حفظ الألقاب طبعا بطريقة صح. فاليوم هاي التناقضات قديش أثرت برؤيتك لاحقا لشخصيات السلطة الصغيرة بالنسبة للموظف مسؤول المختار يعني بكتاباتك؟ لا شك انه طبعا هي كانت يعني خاصة انه انا يعني ما درست بمدرسة وحدة ولا بمدينة وحدة. صح. يعني انا درست صف اول وثاني بالجولان. بعين قنية بالجولان وبأزرع، يعني والدي عسكري هنيك. مهم. الصف الثالث بعد النزوح يعني درست بجرمانة بالشام. بالرابع انتقلنا على السويدن، درست مدرسة الجهاد لصف السادس. مهم. بالسابع رحنا على مدرسة اسمها مدرسة جلاء، هي كانت عند ما بعرف شو هلا في هنيك. كان هنيك في قبل شغلة اسمها المطخ، أها. بعدين صارت كراجات، وبعدين صار حسبي مع حسبي يعني جنبها هنيك.
عند يعني باتجاه كان عندك تنوع وتشعب كثير بالمراحل اللي مرقت بحياتك. صف 8 و9 على مدرسة سيد مرشد. صف 10 على مدرسة ثورة، بس كنا نداوم بثانوية رسال. هذه 10 وبكالوريا بالثورة على طريق قنوات كانت. يعني تقريبا بيطلعوا شيء 10-15 مدرسة اللي ما شاء الله خاطب المدارس. خلصوا المدارس. طبعا أنا انفصلت بالبكالوريا. بداية البكالوريا انفصلت فصل نهائي. فصل نهائي. ايه، وقدمت البكالوريا حر يعني بسبب العبارة اللي ألصقوا فيك التهمة إنك أنت كاتبها كانت؟ ألصقوا العبارة في وواحد صديقي. أي. طبعا هن أول شيء يعني ألصقوها ب 12 واحد، بعدين تخلصنا صرنا 2. أيوة. ألصقوا فينا يعني هن ما بتصور إنه هن كان عندهم ثقة إنه نحن يعني ما كانوا لأنه متأكدين. لو كان عندهم ثقة إنه نحن العبارة بتكفي لأنه يعني يعدمونها. صح. على أيامات. فأنا بتصور فصلونا من باب يعني الاحتياط. إنه الباب اللي بيجيك منه الريح سدوا وسريح. يعني عشان يعملوكم رهبة هيك شوي لحتى ما تفكروا بحياتكم تعملوا هيك شيء. نحن ما كنا عارفين شو القصة يعني. أنا بعدين عرفت يعني عم يحققوا معنا بيطرحوا علينا أسئلة مبهمة يعني ما عارفين. احنا فكرنا عم يحققوا معنا إنه نحن يعني كنا باتحاد الشباب وما بعرف إيش يعني شبيبي. صديقي كتب قصيدة على لو كنا عارفين كان قطع قلبنا شو القصة. كتب قصيدة أنا استخدمتها، صديقي جمال استخدمتها بالخربة. أيوة. بروا قلمي يعني هذا اللي متذكره من قصيدة. بروا قلمي لأوصفهم، وهو عم بيحكي عن أساس إنه هن عم يطوعونا يعني. إيه، ففصلونا. بعدين أنا بعد يعني شي سنة عرفت شو القصة. خبرونا يعني. يا لطيف عن جد قديش هيك مرقت بتجارب صعبة، بس يعني كلياتها ما شاء الله هيك انصبت. لا والله يعني هي عادية. بتصور أنا يعني هي كلها هدايا يعني أنا مثلا هلا تجربة السجن يعني هي شوي بصير فيها مبالغة بالسوشيال ميديا. إنه تعرض للضرب ومش عارف شو يعني. أنا سجنت سجن عادي يعني ما كان سجن بسبب يعني سياسي أو كذا. السجن عسكري بسبب مخالفة عسكرية. إساءة للرتب الأعلى. ولما يعني تعرضت للضرب كنت صغير يعني كنت مو مخلص صف 9 بعدني. وهو إنه أنا يعني سألت لملازم أول بالشرطة العسكرية أو هو هيك اعتبر يعني. يعني أنا صيحت عليه، هو عم يدفش العالم، أنا صيحت عليه وقلت له انتبه يا بني آدم. ما بعرف شو اللي زعجه بالموضوع. المهم بعثوا كان في حفلة بسنوة توفيق بالفضاء الطلق. كان في جنب بالفندق السياحي، وجنب الفندق في مركز ثقافي كان قديم. كانوا العالم طالعين على السطح، الشرطة العسكرية عم تنزلهم. في ولد وقع درجتين يعني مو انه هيك. فانا صيحت يعني هذا طلع ملازم اول وبلشوا يركضوا وراك. نعم. وبس قلت له هالكلمة بلشوا يركضوا وراك كلياتهم لحتى يلقطوك. بلشوا يركضوا وراي. بعدين العالم يعني فضت الشوارع هناك راحوا، فأنا محاصر من كل الجهات ما قدرت أهرب. في هناك الدرج هذا المركز الثقافي له درجين. درج من عند الفندق السياحي بيجي على المركز الثقافي، يعني هذا اللي بيجي على المركز الثقافي. في درج ثاني من عند المؤسسة العسكرية، قاضي الفرد العسكري هناك كان كذا. فأنا قلت هنا راكدين وراي، قلت بطلع أنا لفوق وبنزل من الجهة الثانية ما يعني بنفت. أيوة ما نفذت. طلعت لفوق مسكر، لقيت الباب مسكر. فبلشوا الشباب يعني أنا اللي أدهشني يعني بعدين وقتها أنا ما فكرت يعني بالأمر يعني كثير. بس اللي أدهشني بعدين إنه هذول
4 أو 5 اللي كانوا نازلين فيه ضرب. أول شيء يعني نزلوا فيه كفوف حتى سقطت على الأرض. بعدين بلشوا ركل، وفي واحد معه خيزراني صار يضرب يعني يا لطيف. يعني على منطقة الرأس. ما حسب أنا حساب يعني عواقب هذا الشيء. ايه بدون، هو ما فارقه معه ابدا يعني. والمزعج انه هذول خدمه الزاميه ما لهم متطوعين يعني. فانا اللي ادهشني يعني انه يعني هذول ما بيعرفوا ليش اني عم بيضربوا. هو قال لهم جيبوه وراح يعني، ومع اجى طعماني كفين وراح. بس هن نزلوا الضرب وكانه يعني عم يستنوا. يعني انا ذكروني بشخصيه حسان بضيع اللي بيشتهي عنده رغبه دائما يقتل اي حدا بغض النظر شو السبب. بغض النظر ايه. وهذا انا اللي ادهشني. بس انا يعني مثلا ما بعول يعني يعني ما بعتبر انه هي اثرت فيه كثير يعني نفسيا. بس انت يعني قلت انه اذا بصح لك تنتقم منه، صح؟ هلا الملازم بسحقوا كفين اذا شفته. بترد شو هو وين هو بجوز يعني مثلا بهدلوا يعني، بس هيك ما بعرف يعني. ايه. لا انت بس مسالم. اكيد ما راح يعني لا اضربه ولا. طبعا اكيد يعني اذا عرفته طبعا. ايه. شتانة ما بين الثرى والثريا دكتور ممدوح. بس اللي بجوز يكون يعني ما بنعرف، بجوز يكون انسان كويس بس حسب الاساءة. كل يعني الاحوال يعني خلص راحت الشرف. راحت خلص نفتح صفحة جديدة. ايه. انا يعني ما عندي الامور هي ما بتاثر لدرجه انه بتعقد يعني، لا. اي. إيه. طيب دكتور، كل شعبنا كان هيك فعلا نحن هيك. ما بعرف، يمكن الظروف القاسية، الحياة الصعبة اللي عشناها خلقت هيك ممكن جوات كثير ناس بعض من أشكال العنف، أو مثلا طريقة يلي هو هيك بيقدر يعبر فيها. فللأسف يعني إذا ما الواحد هيك قدر يسيطر على حاله فعلا هي بتسحبه كثير لأشياء مش حلوة يعني. طبعا. أنا مثلا تجارب السجن اللي مريت فيها هي يعني ما كانت قاسية، وأنا بعتبرها أنه هي كانت مثل منحة إلي ككاتب. تعرفت على أجواء يعني. أنا تعرضت للسجن عدة مرات مو مرة واحدة يعني. بس مرة مثلا سجن القطعة، هذا سجن ما له يعني قاسي يعني، سجن بسيط. سجنت 90 يوم. وبأحد الدول العربية سجنت 14 يوم. وقفت مو سجنت. ايه ما بدي اقول يعني بي برد. بدي احتفظها يعني لألي. فكلهم انا هذول بعتبرهم رحلات سياحة ومصدر إلهام كان لكتاباتك اللي حاليا نحن عم نستمتع فيها حقيقة يعني. طبعا بالنسبة لي أنا يعني مصدر إلهام كبير يعني. طبعا. طيب دكتور ممدوح، كثير هيك ناس بمقابلات سألتك عن سبب اختيارك للهجات ضايعة والخربة بالتحديد، وانت ذكرت انها هي سلسلة متعددة كانت رح تكون على جميع المحافظات فينا نقول يعني. وانت كمان حتى حكيت انه هي ما بتعتبر انت ان اعمال بيئية بالمعنى التقليدي، ولكن انت استثمرت البيئة. طيب انا هون سؤالي رح يكون لإلك غير الأسئلة اللي بيسألوك إياها، أنه مو قد يكون اختيارك للهجات الغريبة والبيئات البسيطة هيك اللي أنت استخدمتها هي وسيلة للتهريب الفني؟ يعني بمعنى أنه أنت هدفك كان توصل كلام سياسي واجتماعي حاد، ولكن استخدمت هذا الأسلوب، خلينا نقول الأسلوب البريء، لحتى هيك يعمل الشخص أو ما يقدر هيك يكشف أشياء معينة. هلا هو قد يكون يعني هذا ساعد، بس أنا ما اخترت مشان هيك. أنا كان عندي مشروع على اللهجة اللي اخترناها اللي ضايعة هو السبب إنه اللوحة اللي قدمناها ببقعة الضوء الجيران كانت بهاي اللهجة. استمرت فيها. إيه. وهي هاي القصة يعني اللي تبع جيران أنا أخذها من بيئة السويد. هي قصة حقيقية يعني. طبعا مع التضخيم الفني يعني بعدين الحبكي وكذا، بس هي فهن مثلوها بقضاء باللهجة تبع السمرة. طيب دكتور، لاحقا مثلا بعد ما نزل العمل وفعلا هو دائما هيك أعمالك هي فيها رسائل مبطنة، بتكون إسقاطات يعني غير مباشرة، ممكن تكون فكرت بهذا الموضوع إنه هي أنقذتك من كثير مساءلات؟
لا ما بتصور يعني. انا يعني ما فكرت، لانه انا هيك كل الشغلات كتبتها وانا برا يعني. فانا في لوحات منعت، في حلقات منعت يعني من ما منعت يعني ما تمثلت. ايوه. ايه خاصه مثلا بقعة الضوء، في لوحات كثير منعت او تم تحريفها، تم تحريفها. مش من قبلي يعني. ايوه اكيد طبعا. يعني ايه انا ما كنت افكر بالرقابه، يعني انا بفكر بموضوع الرقابه انه الرقيب عم بياخذ مصاري مشان ينبش عندي. على الاخطاء. ليش انا اشتغل عنه؟ الله لا يقيمه. بدي هو يفتش. هيك. طيب ذكرت مرة أنه بضيعة ضايعة هذا العمل دمرك وظلم أعمال بعديها كثير. سؤالي لك أنه هل الكاتب لما بينافس صورته السابقة عند الجمهور بتكون أصعب من منافسة الآخرين بشكل عام؟ أكيد يعني هو أنه يقدر يتفوق على ذاته موضوع صعب كثير. فهو المشكلة انه اي واحد بيقدم شيء يعني خلينا نقول صار توب يعني النجاح تبعه، بصير عنده مشكله، بصير العالم ينتظروا منه الافضل نفس المستوى بكل عمل. صح. بينما الكاتب او الفنان يعني مثلا ما بيقدر يكون دائما بنفس المستوى. صح. يعني هلا انا مثلا فيني ما اكتب روايه الا حتى تكتمل، بس مثلا تكتمل المسلسل بالسيناريو يلي انت عم بتفكر فيه. ايه يعني مثلا انا في عندي روايتين ثلاثه مبلش فيهم من 15 ومن 20 سنه، بس ما بقدمهم لاني بعدني مو مقتنع فيهم. هو اما انا المسلسل ما في الواحد لانه مرتبط بالعقد بفتره زمنيه يعني. صح. فبده يقدمه، فلذلك احيانا بصير عنده زلات يعني وستريس. هو أنا هون الفكرة اللي بدي أحكي عنها أنه كيف بتحمي حالك من المزاجية بالكتابة وبتحافظ على نفس الروح، وخاصة بالأعمال الطويلة. يعني هلق أنا بعرف أنه ضيعة أخذ معك 5 سنين كتابة، والخربي نفس الشيء كمان. بس أنت بكل الحلقات، وحتى إذا بنقول عن ضيعة بالجزء الأول والثاني، حافظت على نفس الروح. فاليوم شو طقوسه للدكتور ممدوح بالكتابة لحتى عم بيعطينا نفس الروح؟ أنا شخصيا دكتور بس شوف أعمال دراما وهيك عن جد بعرف من العمل إنه هذا كتابة الدكتور ممدوح. يعني روحك دائما حاضرة بأي عمل أنت تشتغله. اكيد يعني انا يعني لي اسلوب يعني صار معروف يعني، ومن الاول انا بعتبر انه انا بكتب بشكل مختلف يعني مش ما في عندي طقوس محدده يعني. انا بكتب 24 ساعه يعني مو 24 ساعه طالما انا فايق، الا اذا كنت معدوم او كذا، وعزائمي قليله يعني انا ما كثير بلبي عزايم. ايه فبكتب يعني باي ظرف وباي مكان باي وقت يعني ما عندي طقوس محدده للكتابه. حلو ما شاء الله. بس لما بكتب بنفصل عن العالم الخارجي يعني. واو. ممكن يعني مثلا انا عم بكتب مثل الادوار نفسها اللي انا بكتبها، هاي رح نحكي ممكن عنها. انا دائما ممكن اذا كنت مسلطن غني مثلا، بس ولا غناي انا حافظ كلماتها. معقولة. اي والله. وهلا يعني كمان حتى عم نخوض تجارب الموسيقى. حلو. عندي كذا قصيدة وكذا أغنية، فعندي أصدقاء كمان موسيقيين وملحنين، فبلشت يعني عرضت عليهم فكرة إنه نعملهم. ففي أغنية سجلناها تغنيها صبية لين شيا اسمه، ومن تلحين الصديق ضياء الصفدي، هو فنان رسام وملحن. والأغنية الثانية اسمها يا جائرة قصيدة بالفصحى، تلحين صديق أكثم الحسين، وراح يغنيها بعد ما متأكد، بس يمكن راح يغنيها الفنان ريان جريرة أعتقد. أيوة. إيه. وفي كذا أغنية يعني تلحنوا، بس
منتظرين يعني يجي الوقت. ونحن بانتظار الإبداعات بصراحة. تسلم يا رب، شكرا. طيب خلينا نرجع هيك لفكرة الرقابة الرسمية، انت حكيت كثير عنها. طب شو رأيك بالرقابة اللي بتسكن الكاتب نفسه؟ يعني اليوم الكاتب كيف بيفرق ما بين الخوف الطبيعي اللي بيحميه وما بين الجبن يلي بيخون كتاباته أحيانا؟ هو بصراحة أحيان كثير أنا كتبت عن عن هذا الموضوع، كتبت لوحة وهي قصة عندي ببقعة ضوء اسمها الصفحة السادسة. هو واحد موظف بالرقابة، هو بس عم يغار من صحفي شجاع جريء، بيروح بيكتب مقالة يعني ثقيلة، وبعدين بيصير يخاف انه تكون الكمبيوترات مراقبة انه بعثها بالبريد الالكتروني والى اخره، ف بصير ينتظر الجريدة لحتى توصل على سوريا، هي جريدة من برا، وبيعيش جحيم يعني بينما توصل الجريدة، بس توصل بيجي بيمنع الصفحة السادسة اللي عليها مقالته. فهي طبعا يعني هي مع انها ما بتوصل لهالدرجة يعني انا بالعكس انا بنبسط بس يمنعوا لي الرقابة شغلة. صح، لانه بيكون فيها فكرة خارقة يعني بصراحة. بالعكس العالم تنتبه لها اكثر. صح عن جد. يعني هو كل شيء ممنوع مرغوب يعني. منعوا لي من التداول، بس يعني كان من تحت بسطة يعني متوفر دفتر أباطرة كان ممنوع، في كتاب دفتر الإجباري يعني يحكي عن الجيش كان ممنوع كمان. فهذول يعني أنا بالعكس أنا انبسطت لما منعوهم، يعني أنا الرقابة بنبسط منها بس تمنع لي كتاب، لأنه العالم بيهتموا فيه أكثر. صح صحيح. طيب ما بشعر يعني ما عندي شعور بالخوف انه يعني يعمل شيء، ما عندك حدود يعني انت بتكتب الشيء اللي انت بتشوفه وبتحسه بغض النظر اذا رح يكون ملاقي قبول للرقابة او لا، يعني مش اللي مقتنع فيه. وهو ماكسيموم يعني بالدراما ماكسيموم بوقفوا العمل او بيمنعوا العمل او الى اخره. وفي اماكن خاصة بتتبنى هذا العمل، يعني نحن الرقابة اللي كانت تابعة للدولة كانت فيها شوية هيك شروط فينا نقول معقدة أكثر من أي مكان خاص. يعني هي فيها عندهم بنود الواحد ممكن يحيد عنها يعني بنهاية المطاف. إيه بس نجي للأدب مثلا، بالأدب أنا ما بحسب أي حساب لموضوع الرقابة، يعني بكتب بشكل حر أكيد. لأنه أنا فيني أنشر من غير ما أمرق عليهم يعني. صح. غير ما مر عليهم. واليوم دكتور كمان بحس السوشيال ميديا هيك سهلت شوية هاي الأمور، بحكم أنه كل واحد صار قادر يعبر عن ذاته من خلال صفحته، أو مثلا يفتح شانل على اليوتيوب أو أي شيء هيك ممكن أنه هو يخليه مستقل نوعا ما. صحيح هذا يعني السوشيال ميديا هي صحيح يعني عم تستخدم من قبل يعني كثير القاع يعني أنا بسميها صح بشكل غير صحيح، بس هي كمان بنفس الوقت في كثير ناس مهمين عم يشتغلوا فيها يعني. أكيد. طيب كاتب السيناريو من شوية هيك حكيتني إنك أنت دائما بتمثل وبتتلبس الشخصيات قبل ما تخلصها، يعني أو أنت أثناء كتابتك حتى قبل الممثل. في شي شخصية تلبستك لدرجة هيك أزعجتك نفسيا بعد انتهاء الكتابة؟ والله لا ما في، يعني في عندي حصانة أنا يعني داخلية ضد هذا الموضوع. بس انتهي من العمل خلص. بس أثناء العمل ممكن تكون يعني تسيطر على تفكيري يعني. مثلا شو أكثر شخصية علقت بذهنك؟ والله كل الشخصيات المهمة هي بتعلق بذهني من باب إنه أنا عم طورها يعني. أيوة. كون عم طورها يعني، ما إنه هي سيطرت علي، لا يعني بتعلق بذهني مثل الأغاني اللي بيسموها دودة الأذن. صح. يعني يبقى الواحد مثلا فيلسوف بيحلق دقنه عم بدندن جوات راسه. هي من كثر ما بتطلع بالتلفزيون مسيطرة على أذنه يعني فبيرددها مثلا.
معناتها أنت إيه. عندك تلفزيون بذاكرتك من جوا، ما شاء الله يعني، اللي كاتب كل هالأشياء وكل هالشخصيات. عندك سينما ودراما مختلفة ومنفصلة عن كل شيء. طبعا اصلا هو في مخرج روسي أيوة. بسموه فيلسوف السينما او شاعر السينما، اسمه اندري تاركوفسكي. مم. وهذا كان يدرس بالمعهد العالي للسينما بموسكو، الفجيك. كان يدرس مادة السيناريو، يعني من ضمن المواد اللي كان يدرسها. وهو كان يعرف السيناريو أنه أنت تكتب على الورق ما تراه في مخيلتك على الشاشة. يعني أنا بس أكتب، كنت عم بتفرج أنا على الفيلم أو على المسلسل بشكل أو بآخر يعني. جميل. طيب على سيرة الدورات يعني مثلا فينا نقول المحاضرات اللي بتنعطى بمبادئ كتابة السيناريو، شو الشيء الوحيد اللي لا يمكن تعليمه بكتابة السيناريو مهما كانت الدورة قوية؟ الشيء الوحيد اللي لا يمكن تعليمه بكتابة السيناريو مهما كانت الدورة قوية هو كتابة السيناريو. يعني الإنسان اللي بيجي يعمل دورة سيناريو ما بيطلع كاتب سيناريو بعد الدورة ولا بعد الدراسة. يعني أنا بعرف ناس بسوريا درسوا برا سيناريو بجامعات يعني كبيرة، وبس رجعوا ما كتبوا سيناريو. كتابة السيناريو بدها تكون في حالة، في فطرة عند الإنسان، في مخيلة، في قدرة على يعني التلاعب بالمشهد، بالحبكة إلى آخره، بس إنشاء صراع درامي، فبده يكون عنده قدرة. يعني دورات هي اللي بتعطي القواعد بس، صح، مبادئ إنه كيف تنظم هاي الأفكار. تماما. وعادة هو أغلب اللي بيجوا بيكون عندهم يعني يا بيكون كاتب، يا بيكون صحفي، يا بيكون يعني عنده شغف في الموضوع، فعنده استعداد يتعلم. فطبعا احنا حاطين مقدمات اللي يكون مثقف مثلا، مطلع قارئ كثير اختصاصات وكذا وخاصة الأدب، فنحن بنعطيه قواعد، إذا عنده شيء بيطلع، وفي بعطيهم أنا تمرينات، يعني هاي التمرينات بتجبرنا على أنه يكتبوا ضمن القواعد اللي أعطيتهم. طيب ذكرت أنه عن موضوع الفطرة، طب بحال شخص ما عنده فطرة نهائيا ولكن هو حدا مثقف وقارئ جدا مثلا، مش ممكن يطلع منه كمان يعني كاتب؟ هلأ بحس اللي عندهم فطرة أكيد هني بيحلقوا أكثر بأي مجال، يعني حتى على صعيد المجالات الثانية إن كان بموضوع الموسيقى على سبيل المثال، بس يعني هذا الموضوع ما بيخليهم يكونوا كتاب نوعا ما. يعني هو هون بده يكون في عنده شغله، يعني ما بعرف شو بدي اسميها، متوفره حتى يكتبوا. اول شيء كاتب السيناريو بده يكون عنده جلد، يعني كاتب السيناريو ممكن يقعد 18 ساعه على طاوله يكتب، ما يترك الكتابه، لسبب انه اذا ترك قطع عن سلسله الافكار بده يرجع يقرا من اول وجديد، حتى يرجع يستعيد الروح. شغلة الاطلاع والثقافة ما بتكفي، يعني بده يكون عنده إحساس بنهاية المشهد، صح. إحساس بأهمية المشهد مثلا. يعني في ناس بيكتبوا سيناريو بتكون وقفت الآلة تبعهم عن الشغل، ببلشوا يكتبوا مشاهد ما لها علاقة مثلا بالفيلم أو بالحلقة. فالمهم هي مجموعة القواعد اللي موجودة، إذا يعني التقت مع الشروط اللي موجودة عند الشخص، أيوة، ممكن تأهله. يعني إذا واحد مثقف ما بالضرورة يكتب سيناريو، بس إذا تعلم ممكن يصير يكتب. حلو. ممكن. جميل. ايه. طيب دكتور، السيناريو عفوا هو السيناريو عشان احنا يعني نقول ليش، مثلا ممكن هو ما يقدر يكتب قصة، بس ممكن يكتب سيناريو لأن السيناريو هو حرفي. صح. طيب بالنسبة للكاريكاتير، هلأ أنا بشوفه إنه هو بيكشف الإنسان بالمبالغة، بينما الدراما هيك بتكشف الإنسان بما يخفيه. بالنسبة لإلك أيهم الأقرب للحقيقة
بما انك انت تشتغل باثنين يعني. تماما. انا بالنسبه للكاريكاتير هو يعني بمثابه الهوايه عندي. يعني مارست الكاريكاتير بفترات متقطعه من حياتي، واشتغلت يعني بمجله لما كنت طالب بعدني. امم اشتغلت بمجله اسمها القنفذ اها بيلاروسيه. فكنت انشر فيها، اشتغلت فيها 4 سنين. بعدين نشرت بصحف كثير يعني، بس بشكل متقطع، صحف عربيه وروسيه بيلاروسيه. فهي انا ما بقدر اعمل مقارنه بينه وبين الدراما. بالنسبه لي الدراما بالنسبه لي هي عمل اساسي انا بمارسه، ايوه. عمل ما بقدر اتخلى عنه، بينما الكاريكاتير بقدر اوقفه وحتى فترة كمان من في حس الزمن. فنان عندك بموضوع رسم الأكريليك والمواهب الثانية. هلا الأكريليك يعني هي كمان هي نزوة صارت. حبيت أنا عندي لوحات كثير مرسومة بس بالحبر الصيني وبالقهوة. حلو. حتى تبع اللوحات الحبر الصيني والقهوة أنا بايع منهم يعني بيلاروسيا. كنت حاططهم بجاليري يعني. يعني هو جاليري بين قوسين، في واحد كان يبسط على الشارع شارع يعني الشارع كله فنانين، فهو صديقي هو نحات يعني، فأنا حطيت كنت حاطط لوحاتك اللوحات عنده فكان يبيعهم. حلو. كان يبيعهم. وصلت من شيك 2 فكرت أرسم يعني لوحات كبيرة. يعني أكثر من 50 سنتي 50 سنتي فوق. ففكرت يعني بموضوع الأكريليك أسهل من الزيتي بالنسبة لي. رسمت تقريبا 20 لوحة بالموضوع الغابي. يعني بس هي هيك مجرد تفريغ طاقة وهيك ممارسة هواية فينا نقول يعني مش نزلي وحب للفن يعني. بس حلو. بلشت بالإنسان اللقاء. على فكرة بتخيل كمان هذا الموضوع إنه قدرتك على الرسم كمان لما أنت مثل ما عم بتقول بتتخيل الأشياء جواتك بتعمل هيك مشهد كامل متكامل، كمان بيخلي القدرة على تخيل المشاهد يكون حقيقي بشكل أكبر يعني. طبعا أنا بالنسبة للتخيل أنا بتخيل اللوحة قبل ما أرسمها أجمل بكثير من اللي أنا برسمه. أنا ما بقدر أوصل بالرسم بالريشة لمستوى الخيال تبعي. تمام. طبعا أنا لو كنت يعني متعرض لتعليم أو كذا بجوز كنت أقدر يعني، فبس أنا بكتفي يعني لذاتي بهالمستوى يعني. تمام. طيب دكتور، بأعمالك دائما بنلاحظ هيك عندك قدرة لافتة على تحويل المواقف القاسية إلى نص ساخر وعميق. طب إلى أي حد هذا الأسلوب امتداد لطريقة نظرتك للحياة وللناس خارج الكتابة؟ هلأ أنا حضرت لك معظم لقاءاتك، شفتك هيك حدا جدي هادئ مسالم، بس يعني ما بعرف إذا هذا الشعور اللي أنت بتقدمه بالنص هو كمان لايف ستايل فينا نقول عند الدكتور ممدوح. أكيد لا يعني بالحياة يمكن يعني أنا حتى مثلا هلا باللقاءات أو كذا ممكن يكون هادئ يعني، بس بالحياة لا حسب الموقف يعني. يعني امبارح واقف أنا على الأسانسير بمول، إجا واحد وقف قدامي يعني دحش حاله قدامي، فأنا مثلا ما تحملت الوقاحة تبعه، حملته وحطيته على جنب يعني، ما كنت دبلوماسي أبدا مثلا. بس يصير في تجاوز مثلا أنا بكون يعني اصطدامي. أيوة. حلو. أما بالنسبة للدراما، حتى بالنسبة للدراما أنا بالعكس أنا مشهور بالنهايات القاسية. صح. يعني أنا حتى ضيعة مش هيك نهايتها كانت بالنص تبعي. أنا دمرتني بضيعة آخر حلقة، يعني شو بدي أقول لك، أنا يمكن صرت حضرته هذا المسلسل 10 مرات ولهلأ كل ما بحضر النهاية بقعد ببكي. طيب هلا شلون بتشوف النهاية اللي كانت مكتوبة؟ كان في نهاية ثانية يعني.
هي ثانيا اعتبروها انه قاسي جدا. فانا كنت المشهد الاخير هو سكان قرية كلهم وعليهم شراشف بيضاء اوه، كنت بدك تبكينا اكثر يعني. والشرطة وكده. ايه كانت اكثر. وقالوا لي قاسي جدا، فقاموا اني يعني يعدلوا عليها. لا منيح اللي عدلوا. انا بهاي الشغله يعني بقول الحمد لله اللي عدل، لانه يعني مش معقول. انا انا بعتبر هذا العلاج بالصدمة. يعني النهايات ما لازم تكون سعيدة، بس تكون نهاية سعيدة يمكن رسالة العمل تفسد. طب هو انا يعني هاي مثلاً الفكره بدي احكيها. مثلا لنفرض بلوحاتك باهل الغرام كانت دائما هيك تكون النهايات حزينه فينا نقول، او فاشله قصص هو الحب. أنا طب انت خماسي دكتور وحدة. بالحب بالحقيقه، دكتور ممدوح لما كان مارق بتجارب بحياته حب، كيف كان الحب بالنسبه لك؟ هل هو عن جد والله فاشل ليك إذا وحزين؟ فيك تشوفي هون حب، هون في يعني أول كيف؟ وحدة قلت لها بحبك ايه سبقتني حجر. لا لأن كانت الحب على دورنا. يعني إحنا بذاك السن طبعا أنا كنت من سابع ثامن، بس الضربة كانت عميقة يعني. اوه فكان على دورنا يعتبر قلة أدب يعني إذا واحد قال لواحد يحبك. بس فحتى مثلا بعدين كنا من المدرسة نروح على مدرسة البنات. لما كنا يظل الواحد ماشي سنة ورا الوحدة، لا هي تشوفه وتحكي معه وهو بس يعني معتبر انه حبيبته، بس ما في اي يعني حتى من مرحبا نظرات بك. ايه فعلا. هيك يعني. بس انا يعني بمرحلة المراهقة يعني كنت حب كثير. طبعا مرقت بكثير تجارب يعني حب. امم واخر شيء حبيت زوجتي وتزوجته. آه، اللي هي يعني اهلها انا وياها الله يخليكم آه، لبعض. دورة على مصر. ف يعني تزوجنا بعد قصة حب يعني. حلو. قديش امتدت هاي قصة ايه الحب؟ يعني شي سنتين معناتها دكتور بما انك زواجنا. حبيت وانتهت قصتك بالزواج، فنحن انا شخصيا بطلب منك لوحات تكون نهاياتها سعيدة. هلا اللوحة هي يعني بالنهاية بدها تخدم اللوحة. امم ايه هلا انا يعني هي قصص الحب اللي تخلدت كلها نهايتها تعيسة. اه يعني لو عنتر تجوزها لعبلة ما كنا شفنا كل هالشعر ممكن، وما ايه صح. كناش سمعنا فيه. لو روميو تزوجها لجولييت كنا ما سمعنا بقصتهم صح الى اخره. يعني ما في قصه الحب اللي بتنتهي بشكل سعيد بتموت يعني، بتموت عند يعني كثير يعني. صحيح إيه، هي المفارقه والقفله مهمه كثير. اكيد. يعني من نهايه عن الغرام يعني خليناها مفتوحه. امم اللوحه انه هو وصل لمرحله انه ما عاد بده يعيش، بس لما شاف حبيبته على البلكون غير رايه وقال هلا صار لازم يعيش أمم. مثلا. بس نحن ما بنعرف عاش ما عاش يعني. صح. خلينا هيك انه طيب. نحن نفكر نتوقع. خلينا أيوة. مثلي عاطفي يختمها بطريقة منيحة مثلا. تماما. بختام حديثنا، أنا عن جد يعني أنا من سبق وخبرتك إنه في كثير أسئلة ببالي، ولكن نظرا للوقت بدي هيك أحكي عن إنه الكتابة هي محاولة احتيال على الموت، لأن الإنسان يستمر بما يتركه من أثر. شو السؤال اللي لا يزال يطارد ممدوح حمادي ككاتب، وشو الأثر يلي بدك يبقى منك دائما؟ والله كثير. أنا عندي كثير مشاريع حاططها يعني على الطاولة. مهم. بتمنى يوما ما أقدر أنجزها يعني. من بين السينما مثلا. يعني أنا عندي شغف رهيب مثلا موضوع الإخراج السينمائي.
أخرجت أنا 5 أفلام، 4 وفي واحد ما قدرنا نكفيه لأسباب تقنية. بقي منه مشهدين، يعني فينا نعتبر إنه صورنا 5 أفلام سينما. وعندي المشروع الثاني هو الروايات، كمان عندي تقريبا 4 أو 5 روايات. يعني أنا ببلش فيهم بفترة معينة، وكمان متروكين يعني مثل حتى يبشروا بقولوا ايوه الشجرة بعد ما يزرعوها بتبشر. فأنا منتظر هيك حتى يعني أشوف بوادر. وهلا يعني راح يكون عندي أول تجربة إخراج، يعني مو أنا منتجة، بشركة إنتاج. فإن شاء الله بتكون بداية يعني تحقيق الحلم باتجاه الوصول للأثر اللي أنا عم بدور عليه. ان شاء الله يا رب. ونحن دائما بانتظار اعمالك القادمه ككتابه وكاخراج. وانا بتذكر مره حدا سالك مين المخرج اللي بتحب تشتغل معه، ذكرت انه ما انا مخرج. ف فيعني كيف إذا كاتب صحيح. ومخرج بنفس العمل، يعني كل الروح رح تكون هيك مجتمعة بطريقة ترضيك 100%. أنا بقول ورح تكون مقنعة لأنها 1,000,000%. صحيح، هو يعني افترض هيك، بس لا يمنع أنه ممكن واحد يخربط. يعني أنا أول فيلم أخرجته، أنا عم بقرأ السيناريو صرت بيني وبين حالي بقول مين هذا البني آدم اللي كاتبه هذا السيناريو. يعني شفت في شغلات كثير ما تزبط معي. معناتها لازم ما كنت تزعل من المخرجين اللي أحيانا بيغيروا شوية بالنصوص. لا أنا ما عندي مشكلة، أنا بالعكس. أنا المخرجين اللي اشتغلت أنا وياهم لأني أصدقاء، يعني ليت حج الله يرحمه هشام شربجي. أنا كان في تعاون مطلق يعني بينه وبينهم، وموضوع التعديل والكذا ما في مشكلة. أنا كنت أزعل من المخرج اللي بيغير الفكرة. أي صح، خاصة إذا فكرة فيها يعني شيء فكري، يعني صح، ونطالع شيء فكري فيها، اللي هو بيغيره بيعمله بالعكس تماما. وهذا مخرج لا يستحق الاحترام. دكتور ممدوح، بختام حديثنا عن جد كل الامتنان لك على هذا اللقاء الثري وعلى هيك كرمك بمشاركة تجربتك ورؤيتك معنا. كان عن جد حوار جدا ممتع، وأنا كنت حابة هيك يستمر بعد ساعات وساعات، لأنه بكل فكرة حكيتها هيك في حكاية. وأنا بصراحة هيك كثير بقدر وبثمن وجودك معنا اليوم، فأتمنى لك هيك دوام الصحة والمزيد من الأعمال اللي نحن عم نشوفها ناجحة بعد مثل ما كنا نشوفها وأكثر كمان، على أمل لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا، تحياتي لكم، وشكرا على اللقاء وعلى يعني الحميمية باللقاء. بتخلي الواحد يحكي يعني بحرية وبطلاقة. تسلم يعني لأنه عن جد من كل هيك قلبنا نحن فخورين فيك، ونفتخر إنه شخصية مثلك تكون من عنا. تسلم يا رب، شكرا جزيلا. شكرا لك، ضلك بألف خير، ونشوفك قريبا بسويدة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. إن شاء الله. هلا فيك، باي باي. اللقاء. باي. مشاهدينا الكرام، وجودكم هو الدافع الحقيقي لنستمر بتقديم حوارات تليق بعقولكم وذائقتكم، إلى أن نلتقي بلقاء جديد مع شخصية جديدة وتجربة ملهمة. تقبلوا خالص المحبة، وإلى اللقاء.